الطفل ده عمل حاجة غريبة جدا مش مفهومة. عربية ماشية في الطريق رمى عليها ازازة، ولما صاحب العربية موقفش اضطر يقف قدام العربية. هنا صاحب العربية نزل وقال له: انت ازاي تقف كده قدام العربية؟ انت مش خايف يجرالك حاجة؟ فالولد قال له: انا حبيت انقذك، في حاجة متعلقة في كاوتش العربية بتاعك. فالراجل اتخض وبقى يلف حوالين العربية علشان يطمن يشوف فيه ايه. في اللحظة دي الولد فتح العربية واخد المفتاح وجري. الراجل استغرب جدا، لقى ان العربية ما فيهاش اي حاجة. رجع ركب عربيته، بيبص ملقاش المفتاح. فهم ان الولد هو اللي اخده. نزل يجري ورا الولد، هو يجري والولد يجري، هو يجري والولد يجري. في النهاية الولد رمى مفتاح العربية في وسط الزرع، والراجل شافه فجري بسرعة علشان يدور على المفتاح. في الوقت ده الولد رجع تاني للعربية. كان في واحدة ست مغمى عليها، فوقها واخدها وجري بسرعة واستخبوا. قالت له: في ايه؟ وانا ايه اللي جابني العربية دي؟ فطلع تليفونه وخلاها تشوف حاجة هو مصورها. اللي حصل ان الست دي كانت قاعدة في جنينة، وفجأة الراجل ده كان في الجنينة رمى فلوس في الأرض وراح قال للست: في فلوس وقع منك. فالست راحت علشان تشوف ايه اللي وقع منها. في الوقت ده هو حط لها حاجة في المية اللي كانت بتشربها، فقالت له: الفلوس دي مش بتاعتي. فسابها ومشي. رجعت قعدت شربت المية، وبعدها بشوية أغمى عليها. في الوقت ده هو أخدها وركبها عربيته. فالولد شاف كل ده وكان مصوره، وعمل كل ده علشان ينقذ الست دي. ولد ذكي وجريء وشجاع وعرف يتصرف. فعلا طفل أجدع من 100 راجل. يا ترى عندكم في العيلة طفل بيعرف يتصرف في المواقف الصعبة اللي زي دي؟ اكتبولي اسمه في التعليقات، وما تنسوش تصلوا على النبي.